ترند البيض اللي قالب كل السوشيال ميديا. هدوء كده. انا اللي بعمل كده في نفسي. دي اخرة اللي بيمشوا ورا الترندات. انا اللي بقول لكم. طب والله العظيم لا بوظ لهم الترند. اهو والله لا بوظ لهم الترند. بسم الله الرحمن الرحيم. كان لازم ابوظه. انا خايفه ادوق. انا مالي ومال انا كل مره اعمل الترند واتدبس انا في دوق. ما حدش راضي فيكم يدوق. مريم واقفه ورا الكاميرا بتقول لي ايه العك ده يا ماما. شكرا يا مريم. والله ما انا ده الترند. يا رب ما تشمت مريم فيا. معقول انا يفوتني ترند زي ده؟ ابدا ما يصحش. كنا ترند في البيض البودنج وكان خطير. ان يلا بقى النهارده نشوف ترند البيض اللي قالب كل الدنيا، بس بيعملوه هم ب20 بيضه. انا النهارده هستكفى بس ب5 بيضات. كتير بصراحه عشان لو طلع اي كلام ومفيش حاجه بتترمي. هو هيتاكل حلو، هيتاكل وحش هيتاكل. اول حاجه انا جبت كده طبق بورسلين، يعني ممكن تعملي في اي حاجه تيفال، حاجه بورسلين، حاجه ما تلزقش فيها البيض بتاعنا. ننزل باول بضايه، تاني واحده، بسم الله الرحمن الرحيم، تالت بضايه، بسم الله. البيض حطيناه كده زي ما انتم شايفين. ادي ال5 بيضات بتوعنا. رشه ملح كده بسيطه، رشه فلفل اسود كده بس كده بسيطه علشان الزفاره. هطفي الفرن. بصي بقى للخطوه دي وخلي بالك معايا فيها كويس جدا. انا هطفي الفرن وهدخل البيض، يعني مش هحط الطبق ده والفرن شغال، لا، علشان مش عايزه البيض يقسم مني يعني يجلد مني. تمام؟ لان البيض لو زادت حرارته بيجلد، وانت مدخلاه فرن مقفول وهو حاجه مكشوفه. لا، انا هطفي الفرن وهدخل ده فيه ويبرد عليه الفرن واطلعه. طلعت البيض بقى بعد ما استوى كده. بصوا بقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. وتعالوا بقى ايه، نجيب الكبه بتاعتنا. هم ضربوه بالكبه. هنسمي الله كده بقى ونطلع البيض بتاعنا كده بالشكل ده اهو. مش مشكله بقى يتفتفت براحته خالص. احنا كده هنضربه في الكبه بتاعتنا. هننزل بقى بالبيض كده بتاعنا بسم الله زي ما احنا شايفين كده اهو، صفاره ببياضه بحاله بمحتاله. اول ما قلت لكم ان انا ولعت الفرن عشان يسخن، كنت حطيت فيه راس الثوم دي علشان تتشوي، عشان ما ينفعش نحط الثوم ني، لا، فحبيت كده ايه احط الثوم بتاعنا يتشوي في قلب الفرن. وننزل بقى ايه بكام فص ثوم كده اهو مشويين مستويين، عشان طبعا مش هناكله ني عشان ما يحماش على قلبنا. الدنيا حر والواحد مش قادر وكده يعني. انتوا فاهمين اللي فيه اهو. ننزل الثوم المشوي كده زي ما احنا شايفين اهو. ننزل الثوم كده اهو بسم الله زي ما انت عايزه بقى. هم حطوا حوالي يعني راس ثوم ل20 بيضه، فانا عشان عامله 5 بيضات بس هستكفى بربع راس ثوم كده زي ما انتم شايفين. وغير كده كمان انا شوياه، حتى لو كترت هيبقى طعمه حلو قوي. انا كده بحب الثوم قوي المشوي، بحطه على التوست كده بيبقى طعمه حلو وخطير قوي. وهحط حوالي من 3 ل4 معالق من زيت الزيتون كده زي ما انتم شايفين، ونزلوا عليه كمان بعصره ليمونه. هم طبعا حطوا اكتر من ليمونه لان هم برضو كانوا عاملين كميه بيض كتير، فانا مش عامله كميه بيض كتير، فانا هستكفى بواحده ليمونه بس. تمام؟ فصين ليمون كده اهو. ادي اول فص كده الليمونه كامله. فاضل مكون واحد حطوه مفيش غنى عنه، وهي المستردة. هم حطوا ايه حوالي يعني حوالي ربع فنجان من المستردة. انا هستكفى بس بمعلقه. يلا بينا نضرب الكلام ده ونشوف الكلام ده هيودينا لفين النهارده. لو شمتت فيا هزعل قوي. تعالوا بقى نشوف القوام قد ايه. بصوا القوام سوفت قوي. تعالوا بس مش هيبان لما نغرفه. بصوا القوام عامل ازاي. استنوا بس نغرفه واجي اوريكم القوام عامل ازاي. انا حاسه الوصفه دي اكتر للناس المكممين زي حالاتي او الناس اللي عامله دايت
وعايزه تاكل بيض صحي من غير ما يتقلي، فدي حلوه قوي. زيت الزيتون برضو مفيد لينا قوي وحلو جدا، مفيد لاي انسان عامه. والمستردة مفيش منها اي مشاكل، فهي مش واخده اي دهون ولا اي حاجه. بس بصوا سوفت، بصوا ناعمه ازاي، بصي ناعمه ازاي، القوام بتاعها خطير اهو. بصي نعمل بقى القوام كده، وننزل عليها بقى كده كمان بشويه زيت زيتون. الله، نديها بقى رشه كده ايه البقدونس كده. سيدي يا سيدي، بسم الله. عايزه بس ايه ادوق الطعم، شوف شكله ايه. القوام حلو قوي، ناعم جدا جدا. ماشي. مش عارف انا مش عارف. نفرد بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هو اولا ملوش علاقه خالص بالبيض، يعني زي البودنج كده، ما هو بجد ملوش اي علاقه خالص بالبيض، بس حبيته، انا حبيته. الترند ده كان لازم يبوظ، لا كان لازم ابوظه، مينفعش غير كده. بجد تحفه قوي قوي، طعمه حلو جدا وحلو بقى للناس اللي زيي. طبعا مش هاكل معاه عيش ابيض، عشان كده مش هيبقى اي حاجه دايت خالص، لا خلينا في التوست الاسمر. اذا كان توست اسمر ناشف او طري تمام، مفيش اي مشكله. بس بجد هو حلو قوي قوي يعني، ملوش اي علاقه بالبيض. مش عارفه احدد طعمه، بس هو طعمه حلو قوي، طعمه جديد ولذيذ ومودي في حته ثانيه خالص. بس مودي فين، او الطعم رايح عند فين، او عند انهي اكله، لا هو طعمه حلو قوي ومميز جدا.